تخيل تبدأ حياتك الزوجية بأحلام كبيرة، لكن بعد سنين تكتشف إنك دخلت في سباق ملوش خط نهاية. سباق بيستهلك وقتك وطاقتك وفلوسك، وفي الآخر تلاقي نفسك مرهق ماليا أكتر من الأول. إزاي ده بيحصل؟ تعالوا نشوف القصة. رجعنا تاني مع سلسلة الأب الغني والأب الفقير، وبداية حلقتنا النهاردة مع شاب وفتاة اتجوزوا جديد، مليانين حب وحماس. بدأوا حياتهم في شقة إيجار صغيرة، وبعد فترة حسوا إن الشقة دي مش مناسبة للأحلام اللي في بالهم، وقالوا هنبدأ نوفر عشان نشتري بيت أكبر نربي فيه أولادنا. ومع الوقت بدأ دخلهم يزيد فعلا، لكن معاه برضه زادت مصاريفهم. ولما المصاريف بتزيد، الخصوم يا صديقي، واللي هي يعني الالتزامات، بتزيد أكتر. وبدون ما يحسوا وقعوا في سباق الفار. الشغل بيزيد عشان الدخل بيزيد، لكن النفقات والديون بتزيد بنفس السرعة أو أسرع. روبرت بيقول بييجوا يحضروا محاضراتي ويسألوني إزاي نكسب فلوس أكتر، لكن الحقيقة المشكلة مش في حجم الدخل. المشكلة الحقيقية في طريقة صرف الفلوس اللي عندهم. المعاناة المالية هنا سببها الأساسي الأمية المالية، وعدم فهم الفرق بين الأصول والخصوم. وعشان كده روبرت بيقول الذكاء هو اللي بيحل المشاكل، مش كمية المال اللي في إيدك. وعشان كده دايما بيكرر مقولة لصديق ليه: إن وجدت نفسك حفرت حفرة فتوقف عن الحفر. الأب الغني كان بيقول اليابانيين عندهم 3 قوى أساسية: قوة السيف رمز لقوة السلاح، قوة الدرر رمز لقوة المال، قوة المرآة رمز للمعرفة بالذات. القوة الأخيرة دي يا صديقي هي الأعظم من بينهم، لأنها بتخليك تواجه الحقيقة. لكن أغلب الفقراء والطبقة المتوسطة بيسمحوا لقوة المال تتحكم في حياتهم من غير ما يسألوا نفسهم اللي أنا بعمله ده هل هو فعلا منطقي؟ وده لأنهم بيتبعوا مبدأ القطيع. ومبادئ القطيع يا صديقي كتيرة جدا: نوع استثمارك، منزلك من الأصول، خليك في وظيفة آمنة، إياك تغلط، ما تخاطرش. وكل المبادئ دي اتكونت بسبب الخوف. الخوف من الاختلاف، الخوف من إنك تكون مختلف أو إن الناس تنتقدك، بيخلي معظم الناس يكرروا نفس مسار الأغلبية حتى لو الأغلبية غلط. لكن لو استخدمت قوة المرآة وبصيت لنفسك بصدق وسألت نفسك هو أنا ماشي في طريق منطقي فعلا، ساعتها هتعرف الإجابة لوحدك. الأب الفقير يا صديقي كان شايف إن المنزل من الأصول، لكن الأب الغني كان شايفه من الخصوم، لأنه بيسحب المال من جيبك بدل ما يضيف له. أنا مش بقول ما تشتريش بيت، لكن بقول لو ناوي تشتري بيت أكبر، اشتري الأول أصل يولد لك دخل يغطي تمن البيت اللي انت اشتريته. ودلوقتي هقول لك ليه شراء منزل أكبر ممكن يضرك ماليا. أولا، بتضيع وقت كان ممكن تستثمره في بناء أصول تانية. ثانيا، بتخسر رأس مال كان ممكن تستثمره بدل ما يروح على مصاريف صيانة وضرائب. ثالثا، بتضيع فرص التعلم لأنك بتربط كل مدخراتك في حاجة واحدة مش بتولد لك دخل. لأن يا صديقي الفرق في طريقة التدفق النقدي. الأغنياء عمود الأصول عندهم بيولد دخل يكفي ويغطي كل نفقاتهم، والفايض بيرجع يستثمروه، فعمود الأصول بيكبر مع الوقت. أما الطبقة المتوسطة دخلهم الرئيسي من المرتب، ومع زيادة المرتب بتزيد الضرائب والمصاريف، وبيفضل بيتهم أكبر استثمار عندهم، وده بيخليهم دايما في سباق الفار. روبرت بيقول في مجتمع اليوم كل زيادة دخل بيقابلها زيادة في المصاريف، وبالتالي ديون أكتر وعدم استقرار مالي. غياب التعليم المالي بيخلي الناس تلعب من الجانب الآمن، لكن موقفهم المالي بيكون هش وضعيف جدا. والقاعدة الذهبية يا صديقي اللي عايزك تعرفها: اعرف الفرق بين الأصول والخصوم، وركز مجهودك على امتلاك الأصول المولدة للدخل بس. ودلوقتي يا صديقي هعرفك يعني إيه ثروة. الثروة هي قدرة الشخص على البقاء حي لأطول فترة ممكنة إذا توقف عن العمل. يعني يا صديقي لو أصولك بتولد لك $1000 في الشهر ونفقاتك 2000، أنت تقدر تعيش نص شهر بس. لكن لو أصولك تغطي نفقاتك بالكامل، أنت هنا حر ماليا حتى لو بطلت تشتغل. ودلوقتي هقولك استراتيجية الثراء.
أول حاجة تزود التدفق النقدي من أصولك وتحافظ على النفقات أقل من الدخل الناتج عن الأصول، وبعد كده الفايض استثمره من تاني، وبكده هتزيد حجم أصولك باستمرار. مع الوقت دخلك من الأصول هيزيد وتقرب من الحرية المالية الحقيقية. والخلاصة يا صديقي، الثري بيشتري أصول والفقير عنده نفقات بس، والطبقة المتوسطة بتشتري خصوم وبتفتكرها من الأصول. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت انك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك اي فكرة او موقف مفيد ابعتهولنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو انت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة او معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو انا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.